حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الصفاء والضواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الصفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الصفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفع به عن البلاء ثم على من ثم سسامرت يبرد بلا بد وفاز بالخرد محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل وصحب ذوي العلاء مختار سل أصحاب للصفاء هذا وإن اليوم سوء أوجاع مبتقيا عونا مجيب داعي وأسكي إليهما من الدرر قد مسني حتى أراني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاهدر لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيوم رمضان الأهسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا أسيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واهمي معنا وتجاوزنا وانزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النقم وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الإرث على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا محافي يا من له أمر الورى يا سافي يا بر يا لطيف يا محافي يا من له أمر الورى يا سافي أنزل سباك مكان داي ولا تهاملنا بالابتلاء وانزل النفع مكان الدر وانزل الخير مكان الشر وانزل الهلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل وانزل الغنى مكان الفقر وانزل السكر مكان الكفر واسف جميع المسلمين هاجلا ثم قهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم واكتف بهم ولا تواقفهم بكسر ذنبهم
فإنهم وإن عصوك يا أحد لخفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لدهف يسهر قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى خدا لكنما تلسس الجوارح أفداهم لأقبل الخبائث فلا تواقسوا بما لا ينقصك ولهم أب الذي لا ينفوك يا الله يا مخلب القلوب خلق قلوبنا عن الهيوب يا الله يا مخلب القلوب خلق قلوبنا عن الهيوب وآخرنا بكل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أقلاء فنكفى درا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات سما في الخدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات في ازدياد تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين ساهدين واجعل جميع الساهدين ناسهين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وآخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وآخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وديرا وآخرنا بيوبهم لوجهك وآخرهم بيوبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم السداد النسب واجعل لنا هنا وأنا هذا ذا خبتة تفضلا فنحسى وهب لنا مكارم الأخلاق ما جاب بلا سخاء وهب لنا مكارم الأخلاق ما تاب بلا سخاء وهب لنا مكارم الأخلاق ما تاب بلا سخاء واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخد ولا تنافر حتى نسير مسلمين قاسين ومؤمنين مخلصين سالين واغفر لنا
تكون في الدارين خير عافية وهم وقد وكفنا المسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم الخيام بجاه خير من سبى الأمراض ووهب المرغوب والأخراد محمد طبيبنا الهمام المبري الأمراض والأصحاب وسليا عليه ثم سلما وآله مع السعاف الكرما ما أفلى المسؤول بالدعاء ووفي المريض باستسقاء وللناس أيضا زاده الله شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأهلسا تنال شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى